مروا على الخطة الطائفية. مشكلة اليمن طبعا ستتذكرون هذا بعد سنة، بعد 20 سنة لن تحل أيضا بالطائفية. أن يضع الأخوة الحوثيون يدهم على كل شيء، والله لن تحل، أقسم بالله سيجلبون الدمار، لا أقول على أنفسهم، على اليمن. نفس الشيء أن يضع الإصلاح الإخوان المسلمون بدعم من أي دول أخرى يدهم ويستبعدوا الحوثيين، رجعنا المنطق الطائفي، سيجرون اليمن إلى النهاية. هتقول ليش الحل؟ الحل أذكره مرة ثانية، دولة حديثة. دعونا سنة وشيعة وحوثي ووهابي، لا نريد هذا كله. عودوا يا جماعة، أقسم بالله الطريق واضحة أمامكم جدا. وأنا أعلم يا إخواني أن الذين يمكرون بهذه الأمة ويبغونها العنت ويبغونها الخبال، وأستطيع أن أقسم بهذا على الله غير حانث إن شاء الله، أنهم يعجبهم جدا ما يدور، يعجبهم جدا هذا المنطق. هذا وهابي وهذا حوثي، ممتاز، استمروا كذلك، لأن هذا ما سيدمرنا. ستكون كما قلت لك واهما إذا ظننت أنك بالمكر، بالخديعة، بالقوة، بالحرب يا سيدي ستكسب الحرب كلها. أقسم بالله لن تكسب. هذه منطقة أيها الإخوة كما قلت لكم أريد لها، مخطط لها مرسوم، أن تقسم وأن توزع وأن تبضع بالمبضع الاستعماري الكولونيالي الجديد. يا أمة محمد اتقوا الله في تراث محمد وفي أبناء محمد وفي دين محمد، وعودوا إلى المنطق الجامع، إلى المنطق المفرغ. الله يخليك، تحب تكون زيدي خليك زيدي في حالك، ما تفرضش هذا على السياسة. تحب تكون شيعي إمامي خليك، تحب تكون سني وهابي أشعري خليك، لكن هذا ما تدخلوش في السياسة. بدنا دولة تجمعنا يا إخواني. قيادات العمل الإسلامي سنة وشيعة، إذا أرادوا أن يهربوا معظمهم أين يفضلون؟ لا يفضلون لا حكومة إيران ولا حكومة البشير ولا حكومة الملا عمر ولا حكومة هنية في غزة ولا حكومة نصر الله. وين يفضلون يا أخي؟ كن واعين. يفضلون لندن، برلين، باريس، فيينا، نيويورك، واشنطن. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم في ظل دول حديثة عصرية مثل هذه يأمنون على أنفسهم وعلى دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعلى ألسنتهم. دول تتيح لهم أيها الإخوة وإن خالفوا حتى خطها أكبر قدر من الأمن والأمان. إذا لماذا لا نفهم أن الحل في دولة حديثة تنجز مشروع التنمية والتحديث والمواطنة الكاملة؟ دعونا من الطائفيات. هذا رأيي.